والمستشار عادل الشربجي، وانا بقولها مع كل التقدير والاحترام لكل الناس، ما تفعله لن يبقيك في منصبك. تعالوا نسمع المستشار عادل الشربجي وهو بيقول ان انا خلال 10 ايام بجتمع واتخذ القرار. كهرباء القرار لغايه ماتش السوبر هيبقى 18 يوم. 18 يوم، تمام؟ وبيقول ان قولا واحدا ان العقوبه، الاستئناف على العقوبه لا يوقفها. هذا هو رأي الراجل. يا جماعه احنا مش مغفلين، احنا عندنا عقول. وتيجوا تقولوا الزمالك بينسحب ليه؟ كفايه كفايه كلب 100 مكيال. كفايه تقلبوا الحق باطل والباطل حق. مفيش حد هيدينا على قفانا او غصب عننا. احكموا بما يرضي الله. احكموا باللوائح والقوانين اللي ماشيين عليها بقالها سنوات وبتغيروها على المزاج. تعالوا نسمع الراجل بيقول ايه، واللي عايز يشوف يشوف. والاعلام المدلس اللي عايز يقلب الحق باطل والباطل حق، اسمعوا يا بتوع الاعلام. اسمعوا رئيس لجنه التظلمات اللي مغير رايه دلوقتي كان بيقول ايه. روحوا اسمعوا. يعني مثلا اختلف الراي في هل ما يصدر قرار على سبيل المثال من لجنه الانضباط بوقف لاعبين، هل يوقفوا ولا ينتظروا للجنه ويوقفوا لحين الفصل في التظلم، ولا تظلمهم يوقف الوقف؟ الاجابه ايه؟ الاجابه طبعا اللي موقوف ليستمر وقفه. افرض بعد الاستئناف، يمكن هنا يا فندم، افرض بعد الاستئناف اكتشف انه لا يستحق العقوبه من جانبكم، طلعتوا قرار انه لا يستحق العقوبه، هيكون اتعاقب على ما فيش. هنا بقى حضرتك هنا حضرتك اما بتقرا التظلمات بتتولد لديك القرار او مبشرات القرار او مقدمات القرار. فحضرتك بعد ال10 ايام بتجتمع وتاخد قرارك. تمام. انا عايز اقول حاجه. اتفضل. ان الموقوف ما بيوقفش وهو ما عملش حاجه. تمام. ضروري عمل حاجه. تمام. فلما يتوقف على الاقل 10 ايام ما هي كتير. يعني انا هدي لحضرتك مثلا لاعب خرج على النظم الموجوده في الملعب. ايوه. اعتدى على حد، اعتدى على حكم، على لاينزمان، على اي مراقب، على زميله بتاع، على مدرب. اليس هذا خطا؟ فعلى الاقل هيستحق عقوبه لمباراه او مباراتين خلال ال10 ايام دول. ال10 ايام. النهارده حضرتك لما يرتكب هذا الخطا امام الجماهير وتيجي تنزله تاني ماتش، أليس هذا استفزاز؟ تمام، مفهوم. وبناء على كده انه العقوبات الخاصه بالايقافات لا توقف عندما يستأنف نادي ضد القرار الخاص بايقافه الا بعد انتهاء لجنه التظلمات من قرارها، اللي بيكون بعد 10 ايام من صدور القرار بايقافه. بالظبط. ممتاز. يا جماعه واضح الراجل بيقول أليس هذا استفزاز؟ يعني هو الراجل نفسه بيقول أليس هذا استفزاز؟ ان انا لاعب لعيب عامل مصيبه وعامل عليه عقوبه العبه، أليس هذا استفزاز؟ قال له كمان الحكم بعد قد ايه؟ قال له بعد 10 ايام من العقوبه. العقوبه طلعت يوم ايه؟ يوم 17. 10 ايام يعني 27. يعني النهارده كان لازم يجتمع. النهارده المستشار عادل الشربجي كان لازم يجتمع. ما اجتمعش. طب الاسبوع اللي جاي كله ما بيجتمعش ليه؟ ما بيطلعش القرار ليه؟ ما تعرفش. طيب قال لك طبعا طبعا يعني قول فصل، يعني قولا واحدا العقوبه، الاستئناف على العقوبه لا يوقفها. طيب هل ده لوحده؟ ده لجنه الانضباط، تعالوا نشوفها. المستشار الجليل المستشار عزت خميس. اقروا. لا قولوا لي عشان الشاشه بعيده عني، قولوا لي اللي هو بيقول فيها ان الاستئناف على القرار لا يوقف بيقول ايه؟ طيب من حق كهرباء التظلم، ولكن تظل العقوبه ساريه، او وتظل عقوبه الايقاف تظل ساريه حتى الفصل في تظلم اللاعب. يعني نفس كلام المستشار عادل الشربجي، لا جديد لا جديد. يبقى مستشار لجنه الانضباط، رئيس لجنه الانضباط بيقول الكلام اللي احنا بنقوله، والمستشار عادل الشربجي صوت وصوره بيقول نفس. طب ماشي بصوت وصوره، تعالوا نشوف المستشار عادل الشربجي رد على جواب نادي الزمالك في موضوع امام عاشور، وكان رد من سيد بخيت القائم باعمال المدير التنفيذي ورئيس لجنه المسابقات مع الاستاذ احمد مجاهد، وهو بيرد على استفسار الزمالك هل ممكن نلاعب اللاعب اللي موقوف ولا مش ممكن. كان رده ايه؟ هاتوا لي الجواب. يا جماعه كل حاجه واضحه. اللي عايز يدلس يدلس، اللي عايز يماين يماين،
اللي انتمائه هيغلب على ضميره هو حر. النظام ده مش هيمشي خلاص. نظام عدم العداله ده والكيل ب 100 مكيال والخوف رغم ان الحق مع الزمالك، لا. ولا كهربا ميسي، ولا كهربا كريستيانو رونالدو، ولا كهربا يعني طاهر ابو زيد. يعني كهربا لعيب كويس، ولا بقى هو اللي هيكسب الاهلي ولا اللي هيخسر الاهلي ولا الاهلي هياخد بطوله معاه ولا من غيره. كهربا لعيب كويس زيه زي كتير في مصر. فبالتالي القصه مش كهربا يلعب ولا ما يلعبش. القصه هي حق ربنا، هي عدل ربنا، هي قوانين، هي لوائح، هي رئيس لجنه الضباط بيقول ايه، رئيس لجنه التظلمات بيقول ايه، هي مواقف سابقه للعيبه مصر ومدربين مصر وكل حاجه حصلت مع المستشار عادل الشرباجي. ايه اللي بيغير؟ ايه اللي بيحصل؟ اشمعنى كهربا؟ اشمعنى النادي الاهلي؟ على راسه ريشه؟ هل القانون بيجي عند النادي الاهلي ويقول له لا انا ما بطبقش القانون عليك يا اهلي، انا بطبق القانون على الزمالك وعلى بقيه الانديه؟ لا يا اهلي انت جامد، يا اهلي انت شعبيه حلوه، لا يا اهلي انا بخاف تمشيني من منصبي. قانون قانون واللوائح لوائح تطبق على الكبير والصغير. هاتوا لي ورقه بتاعت رد امام عاشور على امام عاشور، رد الاتحاد الكوره، ويجي يقول لك في الاخر ايه؟ على فكره انتوا الغلطانين، انتوا ما وديتوش استئناف لامام عاشور عشان كده لا انتوا بتشتغلونا. يعني احنا ما قدمناش لامام عاشور، قدمنا اللي بتوع 99 ما توقفش ليه؟ قدمنا للشيكابالا وتظلوا ما توقفش ليه؟ قدمنا لكل لعيبتنا اللي توقفت قبل كده. امام عاشور نفسه ما توقفش ليه؟ حازم امام العقوبه ما توقفتش ليه؟ اتفضلوا اقروا كده، حطوها لي ورا، اقروا كده، حطوها لي على الشاشه اللي ورا، اقروا كده. وهو بيقول ايه تحت؟ اهم حاجه يرجى من سيادتكم التقارب بالافاده في جانب مشاركه اللاعب امام عاشور مباراه استلام مقدم نادي الزمالك ولسيادتكم جزيل الشكر. ده نادي الزمالك، تمام؟ تعال نشوف بقى ردهم بقى، شوف ردهم بقى على الجواب. خلاص احنا بعتنا جواب اهو، بنستفسر يا سيدي. احنا يا سيدي ما استأنفناش، احنا بنستفسر والنبي يا اتحاد كوره يا لجنه تظلمات يا لجنه استئناف، هو احنا لو اتظلمنا على امام عاشور هو ممكن امام يلعب؟ يعني ممكن امام يلعب لغايه ما تظلم يعني تحكم ولا ما ينفعش؟ هوريكم هو المستشار عادل الشرباجي بيقول ايه. احنا مش هنسيب حقنا، ولو ده حصل يبقى مصر كلها وانديه مصر كلها ان في حد في اتحاد الكوره او في حد في اللجنه حاطط الاهلي على راسه ريشه. بس بص بقى ايماء لكتاب سيادتكم الجواب اللي احنا بعتناه اللي انا وريته لكم من شويه. يرجى الاحاطه بان لجنه الاستئناف قررت عدم السماح لاي لاعب، بص ما قالوش امام عاشور بقى، ده قال لك لاي لاعب صدرت قرار او صدر ضده قرار بالايقاف بالمشاركه مع ناديه لحين الفصل في الاستئناف. ما قالش امام عاشور، قال لك لاي لاعب. يبقى ده جواب رسمي من اتحاد الكره المصري، صوت وصوره المستشار عادل الشرباجي بيقول نفس الكلام اللي بعته في الجواب للزمالك. رئيس لجنه الانضباط بيقول لا، كل حاجه مع نادي الزمالك وحق ربنا مع نادي الزمالك، وانتوا مش هتفرضوا الباطل على الحق. والله لو سمح لكهربا انه يلعب المباراه اللي جايه يبقى مش عايز اقول كلام احاسب عليه، لكن ده ظلم. انتوا ظالمين، انتوا الناس مش فير، انتوا ناس مش حقانيين، انتوا ناس خايفين على مناصبكم، انتوا ناس بتقولوا كلام وتعملوا غيره. طيب في السابق هديكم امثله كتيره جدا. امام عاشور اتوقف الاستئناف على القرار ما وقفوش قبل كده، شيكابالا اتوقف الاستئناف على القرار ما وقفش التنفيذ، فضل موقوف. لعيبه 99 فضلوا موقوفين. حازم امام الصغير اخذ 4 ماتشات فضل موقوف، تمام؟ نروح بقى لمحمود وادي، كان شتم حكم وهو خارج، خد 8 ماتشات فضل موقوف واتقلت ل4 ماتشات، ورجع لعب اول ماتش كان في بيراميدز مع الاهلي. وكان برضو الشناوي كان اتوقف ماتش تقريبا طلائع الجيش او حاجه ولعب ماتش بيراميدز وكان واخد 4 ماتشات، تمام؟ وطلع احمد مجاهد قال يعني الشناوي زي محمود وادي في ذاك الوقت، يعني خلى الشناوي مباراه واحده بدل 4 وخلى محمود وادي بدل 8 4. طيب احمد حسام ميدو خد 8 ماتشات، اعترض على الحكم، خد 8 ماتشات، طلع المدرج، استأنف على الحكم، قالوا له لا هتفضل في المدرج، وبعد كده تم تقليل الحكم ل6 أو 4. حسام حسن خد 6 ماتشات، استأنف على الحكم. حلمي طولان خد 4 ماتشات، استأنف على الحكم بقى ماتشين. كارتيرون خد ماتشين، استأنف على الحكم، مرضوش، خلوها زي ما هو ماتشين انا فاكر او 3، تمام؟ انا بقول لكم امثله اهي، امثله كتيره جدا على مدار تاريخنا. فرجاني ساسي خد 6 ماتشات، استأنفت على الحكم ما وقفوش، فضل موقوف. كل حاجه حصلت قبل كده بتوضح المواقف والحقيقه. لو انتوا عايزين تلووا الحقائق، لو انتوا عايزين تعملوا نفسكم عمي
قلبكم اعمى وما بتشوفوش كل اللي انا بقوله ده، يبقى احنا في منظومه رياضيه بتفسد التنافس وتفسد كره القدم في مصر بسبب الكيل ب 100 مكيال وعدم تطبيق اللوائح والقوانين على اي حد، وبتخلي ناس على راسها ريشه. لا لا، نادي الزمالك اجتمع يوم الاحد وفي 60,000 سلامه، بطوله سوبر، نتغلب نكسب نخسر ننسحب، لكن كرامه الزمالك وحق نادي الزمالك، الزمالك بيدور على حقه ما بيدورش على باطل. الزمالك مش لا مؤاخذه عايز يظلم غيره وياخد حق مش حقه وبينسحب عشان كده، لا، الزمالك عايز قوانين تطبق، اللوائح اللي بيقولوا هم بيها طبقوها بدل ما تغيروا كل اللي انتم بتقولوه وتعملوا حاجه جديده خالص. شفتم قدامكم كل اللي بيحصل.